السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. فيديو النهارده بقى هندمس مع بعض الفول لسحور رمضان. هيطلع معانا طعمه ولونه تحفه ومش هيسود مننا، وهتاكلي احلى طبق فول على السحور. تعالوا بينا نبدا الوصفه ونشوف الفول بتاعنا هندمسه ازاي. اول حاجه عندي نص كيلو من الفول، انا نقعته من قبلها بيوم في ميه، وده كان تاني يوم ليه بقى. طب لو مش عايزه تبيتيه يوم كامل في الميه وعايزه تدمسيه بسرعه، هتحطي عليه ميه سخنه لمده ساعتين، وكل نص ساعه هتغيري عليه الميه. يعني في خلال الساعتين هتحطي له ميه مغليه 4 مرات، وبعد كده تكملي بقى الطريقه اللي هنقولها عادي جدا. في حله بقى غويطه عندي، لو ما عندكيش دماسه مفيش اي مشكله، اي حله عندك تقدري تستخدميها عادي جدا. هحط بقى كل كميه الفول بتاعتي اهو كده بالشكل ده، وهضيف عليها شويه كده من العدس الاصفر، حبه كده زي ما انتوا شايفين مش كتير، وهضيف كمان عليه شويه صغيرين من الفول المدشوش. طب لو ما عندكيش فول مدشوش، هتاخدي حبه من الفول اللي انتي عاملاه ده، هتقشريهم وتفتحيهم بالنص وتحطيهم عليه عادي جدا. وعندي هنا بقى معلقه صلصه كبيره وطماطمايه مبشوره، هحطهم عليه كده. وعندي كمان معلقه من البابريك ومعلقه من الكركم عشان يدي للفول بتاعي لون كده حلو زي الكهرمان. وعندي كمان ليمونه اديتها كام نغزه كده بالسكينه، وهحطها عليه بحالها كده زي ما هي. وعندي بقى ميه مغليه مش بارده، هضيف عليه ميه مغليه كده تغطي كل كميه الفول بتاعي، وهقلبه كده وهرفعه على النار الاول نار عاليه يغلي غلوتين، وبعدين هوطي النار واسيبه يستوي على نار هاديه لمده 4 ساعات او 5 ساعات. وشايفين بقى الفول بتاعي هو بدأ يستوي كده، كان عدى عليه حوالي 3 ساعات تقريبا. بعد بقى ما خد كل التسوية بتاعته، بصوا بقى شكله عامل ازاي وريحته خطيرة وطعمه احلى كمان من بتاع بره. نحط بقى كده طبق فول، وبصوا بقى الشكل واللون خطير ازاي. جهزوه بقى على السحور وهتاكلوا احلى طبق فول مستوي وزي الزبدة، واحلى بكتير من اللي بنشتريه من بره، بيبقى فيه حصى وفول مش مستوي وساعات بيبقى مسود. لا، اعمليه في البيت انضف واحسن واوفر. ولو وصلتي معايا لاخر الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وتدعميني بكومنت حلو، واشوفكم في وصفة جديدة.